الزهري المعالج الحاكم، وبيطلق عليه برضو الزهري الملكي. الزهري المعالج ده ربنا أنعم عليه بسلطات ربانية في العالم الروحاني، وأغلب زهريين الدم تلاقيهم مصنفين زهريين معالجين حكام. تمام. وممكن يكون الزهري المعالج ده زهري روح، عقل، لسان، عينين، أو يجمع نوعين أو ثلاثة أو أربعة من أنواع الزهرية، سواء الباطنية أو الظاهرية، ولكن أغلبهم بيبقى زهريين دم. تمام. الزهريين المعالجين دول بيتوارثوا شيوخ معالجين من الجن المسلم الصالح، وفي ناس بتقول عليهم نورانيات، بمعنى زهاد أهل الجن المسلمين المؤمنين الصالحين الموحدين بالله، وبيورثوا كمان ملوك معالجين. تمام. كل ده بيتورث من الأب أو الجد، جد الجد. تمام. وأصل جدوده الشخص ده بيبقى من أولياء الله الصالحين. تمام. ولكن بتتورث بأمر من الله، تورث لمن يستحقها ويستفيد منها ويساعد ويفيد الناس بها، وبيكون من نسل الأسرة والعائلة. تمام. والشخص ده بالذات هو الوحيد اللي ربنا أعطاه القدرة وقوة طاقية أكتر من أي معالج أو راقي أو شيخ عادي. تمام. لأن في الأول وفي الآخر كلها كائنات طاقية بتعتمد كل الاعتماد على الطاقة، والشخص ده ربنا من عليه بأكبر كمية طاقة في أنواع البشر. تمام. طبعا قلنا الزهري الحاكم أو الزهري الملكي بيبقى مصنف صنفين: زهري حاكم محارب وزهري حاكم معالج. احنا اتكلمنا عن الزهري الحاكم المحارب في الحلقة اللي فاتت، اللي ما شافهاش وعايز يشوفها هسيب لينك الحلقة في أول تعليق مثبت. ولكن النهاردة هنتكلم عن الزهري المعالج الحاكم. تمام. وهقول لك على قدراته، وهقول لك على مميزاته، وهقول لك على صفاته، وهقول لك على علاماته، وهكلمك على سلطته في المحاكم. تمام. وبيكون عنده صعوبة شوية في التواصل مع أحبابه، يعني مش من السهل قوي ان هو يتواصل مع أحبابه، لأن طبعا بيتحارب وكده بسبب ان هو معالج، مش عايزينه يوصل ان هو يبدأ يعالج حالات. ده العالم السفلي طبعا. دي حلقة مهمة جدا جدا جدا، تابع معايا لآخر الحلقة، لأن الحلقة دي فيها حقائق وأسرار ونصائح عن الزهري المعالج، وأتمنى الدعم والتشجيع لأقدم المزيد. وبما يرضي الله، لو حضرتك متابعني وبتستفاد من العلم اللي بقدمه، اعمل شير للفيديو ليستفاد أكبر عدد من الزهريين وغير الزهريين. واللي أول مرة يسمعني يعمل لايك ويعمل اشتراك للقناة ليصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الباحث والمعالج الروحاني إسلام زهران. أهلا بكل الزهرين وأهلا بكل متابعين القناة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المعالج الزهري. تمام. الحاكم طبعا في بيطلق عليه، هقولها تاني، الزهري الملكي. الزهري الملكي هو الزهري الحاكم. الشخص ده بيمتلك سلطات ربانية ورتب في المحاكم زي الزهري المحارب الحاكم بالظبط. تمام. بيمتلك عدة رتب تمكنه من علاج الزهريين ومن أقوى الحالات المستعصية، ولكن بالعلم، بمعنى أن الزهريين مستهدفين من كبار ملوك الجن السفلي، والمعالج رتبته كبيرة، فبالتالي هو اللي بيعرف يتعامل مع الرتب الكبيرة في العالم السفلي. تمام. المحاكم في منهم قضاة، المعالجين الزهريين في منهم قضاة في المحاكم العلوية، ومع الممارسة في منهم بيوصل لرئيس محكمة ومساعد رئيس محكمة، إنما مفيش معالج بيتولد رتبة كبيرة على طول. مع الاستمرار في العلاج، تمام، ومحاكمة السحرة ووقفهم وفك عقود وعهود وتجديدات وتوكيلات و عن طريق المحكمة، بيبدأ يصعد رتبته رتبة ورا رتبة وهكذا. إنما في معالج ممكن يورث قاضي من الجن من الأب أو الجد. تمام. بيكون قاضي معالج، ده بيكون شخص مميز جدا جدا جدا. وعلى فكرة، رتبة المعالج من رتبة كبير أحبابه. يعني لو كبير أحبابه مثلا رتبة 10 مثلا، يبقى الشخص رتبة 10. لو كبير أحبابه رتبة ذهبية بيبقى الشخص رتبة ذهبية. لو كبير أحبابه بيكون مثلا رتبة ولي، بيبقى الشخص رتبة ولي، وهكذا. تمام.
فالمعالج الزهري ده محتاج علم فقط، ويعمل اللي مفيش راقي ولا شيخ ولا معالج يعرف يعمله بسبب إمكانياته ورتبته وسلطته، لأنه في الأول وفي الآخر بيمتلك الحكم على السحرة ووقفهم، ووقف وحبس كل جن سفلي معتدي في خلال دقائق معدودة مع الاستمرار طبعا والخبرة. تمام. الشخص ده شخص مميز جدا جدا جدا، وشخص مقنع، وشخصيته أصلا في العالم البشري شخصية مؤثرة جدا ومؤثر في المجتمع، وهو إنسان شجاع وعنده صبر، ربنا حط فيه أسرار معينة وخلاه فعلا مميز بين البشر. والشخص ده بيكون موحد جدا بالله سبحانه وتعالى، عنده اتصال روحي بالله سبحانه وتعالى، روحه وقلبه معلقين بالله، بيكون مدهش سريع البديهة، ردود فعله سريعة جدا وذكية لأقصى درجة، ومن هو صغير على فكرة، وبيجمع كتير من أنواع الذكاء، لكن أكتر نوع ذكاء يعني بيتميز بيه الذكاء الروحي، الذكاء الروحي عن باقي البشر. الشخص ده بيمتلك قدرة بدنية وقدرة طاقية خارقة عن باقي البشر، ربنا من عليه بأكبر كمية طاقة للشخص ده لأنه معالج. الزهري المعالج ده كشاف قوي جدا، ويهاب منه الجن رغم حبهم ليه هيبة في عالم الجن بأكمله، محبوب جدا من كبار ملوك وملكات الجن المسلمين الصالحين الموحدين بالله. تمام. ومكروهين قوي من ملوك الجن السفلي. وعامة الجن بيحترموا وبيهابوا، وتلاقيه بيجيله أعوان كتير جدا وهو ماشي في طريقه الروحاني، بيجيله أعوان وملوك كتير جدا، وتلاقي حوالين منه روحانيات وأرواح طاهرة كتير جدا لأنه محبوب. ولو هو مستمر في العلاج يوميا وبيجيله شيوخ معالجين من أعلى الرتب، شيوخ معالجين من الجن المسلم من أعلى الرتب، ودول بيكونوا أقوى معالجين في عالم الجن. تمام. الشخص ده بيكون عنده القدرة على تحمل الأسحار والعوارض أكتر من أي نوع زهري، لأنه أكتر نوع كمان مستهدف على الإطلاق، أكتر من المحارب كمان، أكتر من الزهري المحارب، لأن الشخص الأكثر حظا في رتبته وإمكانياته وذكاء الروحي في اكتشاف وفك أشياء خفية وكشف مخططات العالم السفلي الخفية وحلها، لذلك بيبقى أكتر شخص مستهدف. تمام. وهو اكتر شخص الزهري المعالج ناجح جدا ومميز جدا في العلاج عن بعد، وربنا عطاه القدرة على العلاج من بعد بسبب قوة الطاقة الإيجابية الذي يمتلكها. تمام. العلاج عن بعد، عشان في ناس بتنكر العلاج عن بعد، ولكن الزهري المعالج الحاكم عنده القدرة لعلاج أي عارض وأي أسحار وأي حاجة مهما كانت من على بعد بالعلم طبعا. تمام. والمفروض المعالج الزهري ما يدخلش يعالج المصاب على طول. تمام. لازم تعرف تكشف كويس وتعرف انت بتتعامل مع مين، سواء جن عاشق او ملك او مارد او عفريت او ايا كان، وتشوف رتبهم وتشوف رتبتك وتوزن الامور كويس. هل رتبتك اعلى من رتبة الجن المعتدي؟ توكل على الله. لقيت الجن المعتدي رتبته اعلى منك يبقى تحسبها كويس، لان في معالجين بيدخل على حالة ومش عارف بيتعامل مع مين وبيتأذي، ومع مرور الوقت المعالج بينتهي، وحصلت مع معالجين كتير جدا. الرقاة الشرعيين، في راقي تلاقيه زهري، تمام، لما بيكون متواصل مع أحبابه بيكون مؤثر جدا 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 على أي عارض في الجسم بمجرد قراءة الرؤية الشرعية، وفي نفس الوقت أحبابه بيساعدوه بسحب العوارض من الجسم. وفي رقاة ما بيعترفوش بالكلام ده، ومعاهم روحانيات مسلمة صالحة بأمر من الله بتساعد معهم في العلاج أثناء الرؤية، وهم ما يعرفوش، وبتكون بأمر طبعا من الله وباعتراف من رقاة فيما بعد ما اكتشفوا. والتواصل بيكون تواصل جزئي ساعات، بمعنى تلاقي التخاطر مفتوح، الكشوفات المنامية، كل ده بيساعده في العلاج أثناء العلاج. تمام. الزهري المعالج في الحروب الطبيعي انه ضعيف لحد ما عن الزهري المحارب في الحروب، لان دي تصنيفات، وده مصنف محارب اللي معاه محاربين مختصين في الحروب، انما ده مصنف معالج بتكون احبابه وروحانياته معالجين متخصصين في العلاج فقط. ولكن الزهري المعالج
عنده الحاكم طبعا عنده القدرة والإمكانية يكون قوي في الحروب. تمام. ويعني ويستعين بمحاربين من قبائل وممالك تبع كبار أحبابه. تمام. الزهري المعالج في الأحلام، الشخص ده عنده أحلام كتير جدا، ومن ضمن الأحلام ده بيشوف إن هو بيعالج شخص من الأسرة أو شخص قريب منه أو شخص ما يعرفوش. بيشوف نفسه بيقرأ آية الكرسي، آية من القرآن، بيقرأ سورة ياسين. تمام. أحلامه بتبقى دائما مختصة في مجال العلم الروحاني، وبتبقى مختصة في التطور في العلاج عن طريق الكشوفات المنامية. تمام. ولو بيعالج حالة زهرية مستعصية بيجيله كشوفات منامية بفك الألغاز المخفية اللي موجودة عند المصاب. تمام. الزهري المعالج بيتعرض لتسليطات، بيحصل تسليطات على المعالج الزهري وتسليطات على قرينه بتسبب ارتباك وعدم تركيز وعصبية للمعالج ذات نفسه. تمام. ولو المعالج قوي وفاهم ومتمكن بيلعبوا على الوتر التاني اللي هو مين؟ أحبابه، فبيتعمل تسليطات وأسحار رصد على أحبابه، فأصبح روحانياته كلها مرصودة، يعني متراقبة طول الوقت من قبل ملوك من العالم السفلي أو العالم السفلي ذات نفسه. في الحالة دي لما روحانياته بيعالجوا مصاب فبيتدخل الجن السفلي في العلاج لأنهم متراقبين وعليهم تتبع، ومن الآخر العلاج ما بيكملش مع المعالج، فبيحصل هنا خلافات جامدة بين أحبابه وبين أعداد من الجن السفلي اللي اتدخلوا عشان يبوظوا العلاج، فأصبحوا أحبابه في حروب دائمة وهم أصلا مش محاربين. دي مشكلة تانية. فالحل هنا لازم أسحار الرصد تتفك من على أحبابه عشان يكونوا أحرار، ومفيش أي جن يرصدهم أو يتبعهم بعد كده في علاج أو في أي شيء. تمام. فلازم المعالج يكشف على نفسه وعلى أحبابه يوميا ويبطل أي أسحار عليه وعلى أحبابه أول بأول، وبتكون هي دي الضريبة اللي كل معالج بيحاسب عليها. اللي عنده علم بيطلع منها، اللي ما عندهوش علم بيحاسب حساب يعني ربنا يسترها عليه وعلى أهله. الزهري المعالج بيحصل له تشويش، أول حاجة بيستهدفوا المعالج بيها التشويش. تمام. أسحار تشويش أو توكيلات بالتشويش بتتعمل على المعالج وبتتعمل برضه على روحانياته أو على كبير روحانياته، بيبقى هو وأحبابه عندهم تشويش، فبالتالي الكشوفات تطلع غلط، بناء عليه ما يعرفش يعالج المريض. و95% من العلاج الكشف. كشفت صح هتعالج صح، كشفت غلط يبقى مفيش علاج. ده المقصود لو بالطبل البلدي. تمام. وهنا بقى في معالجين كتير بيعيشوا الوهم وهم مش واخدين بالهم. تقول له مثلا دي غلط يقول لك صح، تقول له دي صح يقول لك دي غلط، ويركب دماغه ان كلامه هو اللي صح والباقي كله غلط. والسبب ان التشويش ده بيتعمل على الذبذبات الطاقية والترددات الطاقية بتاعت الشخص وروحانياته، بيكون عليها تشويش، فبيستقبل الكلام من روحانياته غلط، وهم بيستقبلوا منه الكلام غلط، والتخاطر يوصل غلط. تمام. ف... فطبعا هو بيصدق كلامهم بناء على حاجات عملها قبل كده وعلاجات عملها قبل كده، فهنا بيكون الخلاف بقى. وانا نزلت بوست في الجروب برضو، في ناس يعني زعلت بسبب تدمير المعالجين، ودي موجودة على ارض الواقع، وكتير منهم بيقول انا كنت بعالج حالات زهرية كتير وحياتي اتدمرت وبطلت عالج وانا دلوقتي عايز اتعالج. بس كل ده بسبب ايه؟ بسبب التعامل بدون علم. اولا لازم يعني المعالج الزهري لازم يفهم ان كل حالة مستعصية بيعالجها قصادها اسحار وتسليطات عليه وعلى اقرب الناس، وبيبقى مشاكل بالنسبة له برضه بيقابلها. فالمقصود لازم تتعلم العلاج في نفسك اولا وتنظف جسمك اول باول. تمام. الزهري المعالج الحاكم، الشخص ده لو متواصل مع روحانياته طبعا بيكون خطر على العالم السفلي، خطر عليهم جدا جدا جدا، لان هم عارفين الشخص ده بيتعلم اساسا في حياته الطبيعية اي حاجة بسرعة وناجح جدا في اي مجال يدخله. فتخيلوا انه يخش في المجال بتاعه اللي هو بيحبه وفي تصنيفه التصنيف الروحي الرباني، فبيكون ناجح جدا جدا جدا. عادة بيسبب تلك الصفة والميزة فبيتم استهدافهم بأسحار كتيرة، ان حرب عليهم من قبل الجن والشياطين، فإصابتهم بتتعدى موضوع إصابة بعين أو حسد أو سحر أو الكلام ده، لا بتبقى حرب شاملة يعني.
فالزهري المعالج ده بالذات بيعيش في تعب الخير والشر في عالم الروحانيات، والشخص ده بيتودد ليه عامة كل أنواع الجن، المسلم وغير المسلم، وبيتمنوا يكونوا يشتغلوا معاه وبيساعدوه. لكن هو متسلط عليه دايما الشياطين، لأن هم عارفين كويس جدا لو تمكن بيبقى قوي جدا وبيسيطر على كل شيء في عالم الروحانيات وبيقدر يعالج بسهولة. تمام. اللي عجبه الفيديو يكتب رأيه في تعليق، واللي استفاد يعمل شير للحلقة ليستفاد أكبر عدد من الزهريين. وأتمنى الدعم والتشجيع لأقدم المزيد. واللي أول مرة يسمعني يعمل لايك ويعمل اشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.